برافو كابتن حسام حسن، برافو كل لعيبة منتخبنا المصري الوطني في أول مباراة قصاد بلجيكا في كأس العالم. برافو أول حصولنا على أول نقطة لينا في كأس العالم، وخاصة قصاد بلجيكا المنتخب القوي جدا. مباراة كانت متكافئة من كل الجوانب الفنية، سواء لمنتخب مصر منتخبنا الوطني أو منتخب بلجيكا. والجميل واللي أنا شخصيا مبسوط منه جدا جدا من الكابتن حسام حسن ومن اللعيبة بتاعتنا، إن هم فعلا لعبوا بروح قتالية كبيرة جدا في أرضية الملعب، ومن اول دقيقه لاخر دقيقه ما كانوش خايفين من منتخب بلجيكا. اللعيبه بتاعتنا النهارده يا ابو الكباتن كانت رجاله في ارض الملعب، رجاله بمعنى الكلمه، بصرف النظر عن بعض الاخطاء اللي عملها محمد هاني، وبصرف النظر برضه يا ابو الكباتن عن الكوره اللي جت في رجل محمد هاني ودخلت فينا جون، كان زماننا كسبنا المباراه. ولكن للاسف ده حصل بسبب عدم التركيز. فارجو من الكابتن حسام حسن ان هو يشد شويه على لاعيبتنا، بالذات في التركيز على قطع الكرات وعلى التاكلينج اللي بيعملوه في ارضيه الملعب قصاد لاعيبه الخصم. ان التاكلينج اللي محمد هاني عمله جنب لوكاكو هو ده السبب اللي خلى الكوره تلمس في رجل محمد هاني وتدخل المرمى عندنا ويتسجل فينا هدف التعادل. لان بصراحه يا ابو الكباتن مجريات اللقاء اختلفت تماما بعد هدف التعادل اللي جه في منتخبنا، وشكل الملعب اتغير بعد التعادل. خلاص بلجيكا بقى عندها امل فعلا، عايزه تعمل حاجه، عايزه تكسب المباراه. مع العلم لو خدت بالك من بدايه المباراه ان احنا كنا ضاغطين كويس جدا ومقسمين هجماتنا كويس جدا، وكل واحد وكل لعيب في منتخبنا الوطني كان مركز في دوره الدفاعي او الهجومي او خط النص اللعيبه اللي كانت موجوده. ويا ريت الكابتن محمد هاني بقى يركز شويه ويهدى شويه من الانذارات والفاولات اللي بيعملها والتاكلينجات الغلط اللي بيعملها على لعيبه الخصم، ويخلي باله معانا شويه يا ابو الكباتن. احنا الحمد لله رب العالمين طلعنا بنقطه قصاد بلجيكا، وقدامنا لسه ان شاء الله رب العالمين يا ابو الكباتن مباريتين على ما نصعد من دور المجموعات. واتمنى ان شاء الله رب العالمين ان احنا نكسب مباراه او نكسب المباريتين اللي فاضلين لنا قصاد ايران ونيوزيلندا، بحيث ان احنا ان شاء الله رب العالمين نصعد بقى من دور المجموعات. عايزين نعدي بقى يا ابو الكباتن المرحله دي. احنا 3 مرات نشارك في كاس العالم ما بنعديش دور المجموعات اصلا، ولكن بصراحه دي فرصه ذهبيه لينا انك تتعادل قصاد بلجيكا المنتخب القوي وتطلع بنقطه قدام المنتخب ده. فدي حاجه بهنئ الكابتن حسام عليها، والاهم من كده ان بهنئ كابتن حسام واللعيبه كلها انها فعلا كانت بتلعب بروح جماعيه وروح قتاليه في الملعب. نازله يا ابو الكباتن لاعيبتنا مش خايفين من المنافس، نازلين يلعبوا كوره. هم عندهم رجلين واحنا عندنا رجلين، ايه اللي يخلينا ما نلعبش كوره يا ابو الكباتن؟ بالعكس، ده الروح الجميله والروح القتاليه اللي لاعيبتنا لعبوا بيها النهارده هو ده اللي خلى شكل منتخبنا جميل وحلو وكويس في ارضيه الملعب. لان بصراحه لو خدتوا بالكم وحضراتكم لو متابعيني كويس جدا في المباراه اللي قدمناها قصاد البرازيل في المباراه الوديه الاخيره قبل بدايه كاس العالم باسبوع، احنا بصراحه ما كناش بنأدي كويس وما كانش شكلنا في الملعب قد كده. لكن بصراحه باللي انا شفته النهارده من منتخبنا الوطني دليل على ان شاء الله رب العالمين هنعمل حاجه كويسه جدا في دور المجموعات. فدعواتك كده يا ابو الكباتن معانا ان ربنا يكرمنا ان شاء الله رب العالمين ونصعد من دور المجموعات على خير ان شاء الله رب العالمين. لان انا باللي شفته من منتخبنا النهارده باذن الله هنعمل حاجه كويسه جدا لبلدنا، ومنتخبنا هيفرحنا. وعايزين نفرح يا ابو الكباتن، وحشتنا الفرحه. عايزين نفرح يا كابتن حسام، عايزين نفرح يا كابتن امام عاشور، يا كابتن محمد صلاح، يا كابتن محمد هاني خلي بالك شويه. عايزين نفرح يا ابو الكباتن، احمد فتوح، كل نجومنا في المنتخب الوطني عايزينكم تفرحونا. عايزين نفرح يا ابو الكباتن ونوصل لمرتبه جميله، مرتبه حلوه الشعب المصري بيتمناها. يا رجاله اسم مصر كبير، عايزين نعلى بيه اكتر واكتر واكتر كمان. ودي فرصه يا ابو الكباتن، كاس العالم ما بيجيش كل 4 سنين. يعني ان شاء الله رب العالمين على ما يجي كاس العالم اللي جاي بعد 4 سنين ممكن كتير جدا ما يبقى تبقى في لعيبه اللي بتلعب دلوقتي ما تبقاش موجوده اصلا في كاس العالم اللي جاي. فدي فرصه ليك يا ابو صلاح، شد حيلك مع الرجاله شويه وقوي قلبك وروق على حالك كده وروق دنيتك وريح في قعدتك وظبط الدنيا كده يا ابو صلاح، ظبط الدنيا كده يا كابتن حسام. ربنا معاكم يا رجاله، ودعواتكم يا ابو الكباتن لمنتخبنا الوطني. والسلام عليكم.